السلام عليكم بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن نصائح للدراسه، ازاي تحصلوا على A بلس بمنتهى السهوله. هقول لكم يا جماعه في فيديو النهارده على نصائح المذاكره هتساعدكم تطلعوا في الاوائل، وكمان على اسرار المتفوقين اللي مش بيحبوا يعرفوها لحد. انا النهارده هجيبها لكم كلها، وبجد الحاجات دي كلها انا اصلا يعني مجرباها قبل كده يعني، فكلها نصايح مظبوطه ومتجربه. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكونوا اول ناس تشوفوا الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان يستفادوا هما كمان. ودلوقتي يلا نبدا. النصيحة بقى يا بنات معانا في فيديو النهاردة، وهي المذاكرة أول بأول. جماعة حاولوا ما تراكموش أي حاجة في اليوم. حاولوا إن انتوا مثلا كل الحاجات اللي انتوا كتبتوا أو قلتوا ذاكروها. حددوا المواد اليومية اللي هتذاكروها، ما تخليهمش يا بنات يزيدوا عن 3 مواد. وحاولوا انكم يعني ما تراكموش واجبات، تقييمات، حاجات زي كده، لأن دي بجد بتعطل الواحد. وما تذاكروش يا جماعة. ودي النصيحة بقى التانية، ان هي ما تذاكروش اكتر من 3 مواد يوميا. جماعة اكتر من كده هتتشتتوا، وهتذاكروا بدون وكمان هتذاكروا بدون تركيز علشان تخلصوا المواد الكتيرة اللي عليكم. حددوا بس 3 مواد ذاكروهم يوميا. بجد لو ذاكرتهم يعني بتركيز هيبقى كده حلو جدا. يعني ده بلس حل الواجبات المدرسية. تالت حاجة، قسموا الدرس او الصفحة على اجزاء صغيرة. مش عارفة يا جماعة هي رابع ولا تالت حاجة صراحة. المهم يعني ان انتوا تقسموا الدرس على اجزاء صغيرة. لو الدرس مثلا كبير او فيه معلومات كتير، يبقى قسموا كل صفحة او اجزاء كده، وبعد كده بعد ما تخلصوا كل جزء راجعوه تاني. النصيحة بقى رقم 4، استخدموا آه، الوان كده يعني في المذاكره وهايلايترز وكده. 5، علموا على الاسئله والجزئيات المهمه واحفظوها يا جماعه. مثلا زي اسئله بما تفسر، مش عارفه، جيف ريزون، معلومات مهمه بتيجي في الامتحان، الديفينيشن، حاجات زي كده علموا عليها. ممكن اصلا تكتبوها بره عشان لو عايزين ترجعوا لها. النصيحه بقى السادسه، حددوا وقت مذاكره كل ماده على حسب صعوبتها وعلى حسب انتوا عليكم فيها قد ايه. لو عليكم مثلا هوم ورك كبير يبقى حددوا لها وقت كفايه، لو حاجه صغيره يبقى نص ساعه او كده. اكبر غلط بنعمله يا جماعه بجد ان احنا بنذاكر بدون وقت محدد وخلاص. النصيحة بقى يا بنات السبعة، وهي حلوا التدريبات الصغيرة دي وانتوا بتذاكروا، اللي بيبقى مكتوب مثلا في الدراسات التدريب الاول او البوب كويس في الانجليش. فحلوهم عشان بجد بتثبت المعلومات اللي انتوا ذاكرتوها والجزء اللي انتوا خدتوه. النصيحة بقى يا بنات اللي بعد كده، وهي 8، حلوا التدريبات والأسئلة المتنوعة، سواء كانت ازاي تشوز أي حاجة، لأن برضو دي أهم حاجة، أهم من القراءة نفسها. حل التدريبات أحسن من القراءة والتكرار، وحل التدريبات. وده يعني كان غلط انا كبير كنت بعمله، ان انا كنت بقعد اعيد وازيد في نفس الجزء من غير ما احل تدريبات. التدريبات هي اللي بتعودكم على شكل في الامتحان، فكل ما حليت تدريبات اكتر اتعودتوا اكتر على شكل الامتحان. واهم حاجه الاسئله زي ما قلت لكم، الاساي ممكن تحلوها في كراسه مثلا او في ورقه بره لو انتوا عايزين، بس المهم ان انتوا ما تسيبوش ولا سؤال يعني مش محلول. كل الاسئله رتب الشخصيات دي في الدراسات مهمه يا جماعه، فحلوها. يعني كل الاسئله كده، كل سؤال ادوه حقه، ما تسيبوش ولا سؤال مش حلينه. دي انا كنت قايلها لكم لسه دلوقتي. بس المهم بجد نصيحه مهمه، حتى لو مش فاهمين السؤال ممكن تجيبوا حله من اليوتيوب، او ممكن تشوفوا كمان اجابته في الجايد انسر. المهم ان انتوا باي طريقه وشكل من الاشكال ما تسيبوش ولا سؤال، وتفهموا كل الاسئله، تبقى انتوا ليه حليتوها كده. النصيحه العاشره بقى، وهي حل الامتحانات والمراجعه الاسبوعيه اللي بتبقى مكتوبة. مثلا بيبقى فيه مراجعة على كل واحدة، في امتحان على كل درس. حلوه بعد ما تذاكروا، ده بيثبت معاكم جدا الجزء اللي انتوا ذاكرتوه يعني، او الدرس اللي ذاكرتوه. مش هتبقوا كده انتوا عايزين ترجعوا له خالص. نصيحة 11، وهي حددوا يوم للمراجعة الأسبوعية. ممكن يبقى يوم الجمعة عشان أجازة، أو يوم السبت. ده يوم انتوا هتراجعوا فيه كل اللي ذاكرتوه خلال الأسبوع. مثلا أنا ذاكرت خلال الأسبوع ماس وعربي وإنجليزي وساينس، فأنا هراجع الحاجات اللي أنا ذاكرتها ده في يوم الجمعة أو يوم السبت. انتوا حددوه ده عشان تبقوا برضو راجعتوا اللي خدتوه طول الأسبوع. نصيحة بقى، حلوا تقييمات الوزارة والأداء الصفي والمنزلي والكلام اللي هو الجديد ده اللي لسه نازل، سواء انتوا كنتوا في اعدادي او في ثانوي او في ايا كان. حلو يا جماعه بجد. يمكن دي يعني تكون دي اهم نصيحه يعني، او اكتر نصيحه بجد فعاله، عشان بجد 95% من الاسئله بتيجي من التقييمات. فانتوا لو حليتوا التقييمات كلها يبقى انتوا خلاص ممكن ضمنتوا نص الامتحان. فحلوهم، هما مش هياخدوا وقت، وكده كده اصلا هم عليهم درجات يعني، فانتوا يعني لازم تحلوهم عشان الدرجات وعشان كده. فبس بجد يعني دي يعني معلومه مهمه قوي. وما تنسوش بقى يا جماعة تشتركوا في القناة كده وتفعلوا زر الجرس عشان نستمر. حبيت افكركم كده في نص الفيديو، لو ما كنتوش عملتوا لايك من اول فيديو حطوا لايك دلوقتي. يلا نكمل.
ما تسيبوش بقى زي ما قلت لكم ولا سؤال في التقييمات والاداء الصفي والواجب ده مش حلينه. فيعني حلوا كل حاجه، ممكن لو مش فاهمين تشوفوا لهم مثلا حل من اليوتيوب او كده، المهم تحلوهم. نصيحه 13، وهي حددوا وقت معين للموبايل، يعني ده طول السنه مش في المدرسه بس، وبالذات في المدرسه ممكن مثلا ساعه في اليوم، ساعه حلو جدا. وانتوا يعني تبقوا يعني محددينها عشان ما تضيعوش وقتكم، فحددوا يعني وقت معين. همسك نص ساعه، همسك ساعه. ممكن يا جماعه تعملوا كده من على التطبيقات، ان انتوا لما الوقت يعدي التطبيق يقفل. نصيحة 14، وهي ابعدي أو ابعدوا يعني كل المشتتات عنكم، يعني من الموبايل، من الأكل والشرب، يعني أي حاجة ممكن تلهيكم. وجماعة النصيحة دي بجد، وهي إن انتوا ما تذاكروش بالليل، وده بجد يا جماعة خطأ قاتل احنا كلنا بنعمله أيام الامتحانات وأيام الزنقة، ويلا أنا هذاكر بالليل عشان ألحق أخلص، ويلا أنا هعمل. بس بجد يا جماعة حتى لو انتوا مراكمين حاجات، ناموا واصحوا مركزين واعملوهم تاني يوم. اما انا مثلا لو انا يعني فضلت سهرانه لحد الساعه 1 وصحيت، انا اصلا مش هركز في اليوم اللي بعد كده. حددوا يا جماعة مكان هادي للمذاكرة، ودي بجد نصيحة مهمة جدا. لما تحددوا مكان هادي للمذاكرة ويكون نظيف ويكون بعيد عن السرير، يعني مكتب أو ترابيزة أو كده، بعيد عن كل المشتتات كده، بجد انتوا يعني أصلا بجد هتفهموا 30% من الدرس من غير ما تذاكروا لما تلاقوا الدنيا جنبكم هادية. فبجد دي نصيحة مهمة جدا. نصيحة 17، ما تذاكروش وانتوا جعانين او عايزين تناموا. لو انت جعانة او انتوا جعانين يعني قوموا كده، لو عايزين تناموا يعني ناموا كده نام صغيرة وبعد كده كملوا، عشان انتوا مش هتركزوا لو انتوا جعانين، او لو انتوا عايزين تناموا فانتوا اعملوا الحاجات دي الاول بعد كده ذاكروا. نصيحة 18، وهي ناموا 8 ساعات، او ناموا يعني وقت كفاية من النوم. المهم ان انتوا تناموا وقت كفاية، علشان ده هيساعدكم على التركيز وهيساعدكم اصلا على الفهم يعني احسن. فاهم حاجة ان انتوا يعني تناموا كفاية 8 ساعات او 9 ساعات او 7 ساعات، ما تكتروش عن كده. نصيحة بقى اللي بعد كده، وهي كلوا اكل صحي. مش معنى اكل صحي ان انا بقول لكم يعني كلوا مسلوق وكلوا الحاجات دي، لا، يعني حاولوا ان انتوا تاكلوا فاكهة وخضار كتير، لان بجد ده هيفرق جدا اصلا يعني معاكم في شكلكم في شعركم، وكمان في المذاكرة. ممكن تاكلوا مكسرات او كده، لان هي بتساعد على التركيز وعلى الفهم، فتمام. نصيحة 20، وهي شرب الماء الكتير، يعني برضو ده هيساعدكم تركزوا، هيساعدكم تفهموا، وكمان هيحسن بشرتكم بقى لو في حبوب وكده، ولو شعركم يعني احنا دخلنا يا جماعة يعني بجزء سكين كير وجلو اب، بس بجد يعني ده هيعلي تركيزكم اصلا، وهيحسن منكم كتير يعني في حاجات كتير. 21 بقى، ممارسة الرياضة والمشي. حتى يا جماعة لو 10 دقايق يوميا مشيتوا أو يعني فتحتوا أي فيديو تمارين، انتوا ممكن يا جماعة يعني مثلا إن انتوا تحركوا جسمكم، ده أصلا ده كفاية بجد. يعني وإن انتوا تنشطوا ده بيساعد على التركيز، وإن انتوا مثلا يعني تفكوا جسمكم من قعدة المكتب وكده. نصيحة 22، وهي ما تاخدوش أكتر من درسين في اليوم، وهنا أقصد إن انتوا تنزلوا السنتر ليه يا جماعة؟ لأنه بيضيع الوقت. انتوا يعني أنا حرفيا أنا بنزله درس واحد في الأسبوع، بس حرفيا باخد ساعة في المواصلات عشان اوصل السنتر اصلا، عشان يا جماعة تقدروا تفهموا وتركزوا. فانتوا لو خدتوا اكتر من درسين في اليوم ده كتير جدا. بعد كده حلوا اسئلة من مصادر متنوعة، يعني ممكن بقى يعني من اليوتيوب، ممكن تطبعوا ملازم، ممكن تطبعوا كتاب المدرسة مثلا تحلوا الأسئلة بتاعته، الكتاب الخارجي. المهم ان انتوا تحلوا أسئلة كتير. 24 بقى، قووا علاقتكم بربنا، لان يا جماعة بجد لو قويتوا علاقتكم بربنا حياتكم كلها هتتغير، مش بس المذاكرة. والنصيحة بقى اللي بعد كده، ويعني هي برضو ليها شوية علاقة بالدين وهي مهمة جدا، وهي الدعاء. الدعاء مهم جدا جدا، لان انتوا بجد لو دعيتوا ربنا هيستجيب لكم. فانتوا يعني ادعوا كتير بجد، لان هو الدعاء ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. بس يا بنات ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف وحلو منكم. لو عايزين بارت 2 او لو عندكم نصايح تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان كلنا نستفيد. واكتبوا لي يا جماعه افكار جديده للفيديوهات وتشاركوا مع اصحابكم. وبس اشوفكم في فيديو جديد. باي.